مساء الخير لكم جميعا متبعي قناة الثقافة العربية والترجمة الأوفياء. فيما يلي قراءة بيان المجلس الوطني للنقابة الوطني للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليوم الثلاثاء، يعني اليوم 11 فبراير 2025. بيان المجلس الوطني. إن المجلس الوطني للنقابة الوطني للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورة استثنائية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء، وبعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تناول بالتحليل السياق الدولي والإقليمي بتعقيداته الكبيرة المطبوعة باستمرار تغول الرأسمالي المتوحش وهيمنته على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدول، وهو ذات السياق الذي انعكس على القضية الفلسطينية وما تعرفه من تطورات خطيرة جراء استمرار الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب الجرائم والمجازر في حق الشعب الفلسطيني، ومحاولة النيوليبرالية الأمريكية الصهيونية السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، والتخطيط للقضاء على كل ما يشكل أساسا لقيام الدولة الفلسطينية بتواطؤ مكشوف من المنظمة الدولي والنظام العربي والرسمي، مسجلا بإكبار وإجلال وقوف شعب الجبارين في وجه آلة القتل والقمع الهمجي للكيان الصهيوني العنصري دفاعا عن الهوية وعن الحق التاريخي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. وعلى المستوى الوطني وقف العرض على الوضع الوطني المتسم بالتراجعات في مجال الحريات والحقوق، استمرار حكومة الرأسمال الريعي الاحتكاري في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وعلى رأسها الحق الكوني في ممارسة الإضراب، والتوجه نحو إقرار قانون دمج كنوبس في السينسس وإفساد ما تبقى من التقاعد مرة أخرى، واستهداف القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والخدمات العمومية في الصحة والتعليم، مؤكدا حاجة المغرب الملحة لإصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية حقيقية تقطع مع منطق الفساد والاستبداد والسلطوية وزواج المال بالسلطة والاستقواء بالأغلبية البرلمانية المغشوشة لتمرير سياسات لا شعبية وقوانين تراجعية وتتجاوز المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة والحكومة في تدبير الشأن العام وفي التعاطي مع الوضع الاجتماعي المحتقن، مؤكدا على موقف النقابة الراسخ بحتمية بناء الدولة الديمقراطية عبر النضال الشعبي والعمالي، دولة ديمقراطية تقطع مع التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتضمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وبالحاجة الوطنية لخلق انفراج سياسي عبر إطلاق سراح كل معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي والمدونين، ووقف كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة على غرار ما وقع في الحراك التاريخي الذي مر عليه سنة. الآن مع الصفحة الثانية. وعلى المستوى التعليمي وقف عرض المكتب الوطني على انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و 26 جانفي في 23 وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد عبر إقفال باب الحوار القطاعي بدون مبرر ولا سبب والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة وعدم الوفاء بالالتزامات والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات الشغيلة التعليمية، والتوجه نحو الزج بالقطاع في المجهول في ظرفية حساسة
تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر مسؤولية وطنية تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار. إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم منظومة تحتوي الكونفدرالية الديمقراطية الشغل، إذ يحيي الشغيلة التعليمية وعبرها كل الطبقة العاملة بنجاح الإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، والذي شكل نقطة نظام سياسية لها دلالة بالغة توجه رسائل واضحة لكل الجهات التي يهمها الأمر. فإنه يدين بشدة استمرار العدو الصهيوني الغاشم على استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد تضامنه المطلق معه في مقاومته الباسلة للاحتلال ونضاله المستميت لإقامة دولته المستقلة على كافة التراب الفلسطيني وعاصمته القدس، ويعبر عن رفضه المطلق لكل مخططات التهجير، ويطالب بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب بما فيها التطبيع البيداغوجي والتربوي. يثمن عاليا كل مواقف وقرارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويعبر عن استعداده للانخراط في كل المعارك النضالية التي تقررها مركزيتنا المكافحة من أجل التصدي للتراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات. ثالثا، يجدد التأكيد على حاجة المدرسة العمومية لإصلاح حقيقي يتجاوز منطقة التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية، ويعبر عن رفضه لمنهجية الاستفراد باختيار المناهج والبرامج، ويؤكد على التزام النقابة بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة. هذا نقطة مهمة، لأن العمل النقابي هو أيضا يهتم بما هو بيداغوجي وما هو تربوي، وهذا مهم جدا. يعتبر أن إغلاق باب الحوار القطاعي ومحاولة الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية جاء كرد فعل على النجاح الكبير للإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025 والانخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه. يستنكر إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار القطاعي بشكل مفاجئ والتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاق 10/26 دجنبر 2023 وفي مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، مما ينم عن قصور في الرؤية وضبابية في فهم طبيعة القطاع وما يعتمل داخل الساحة التعليمية. يقرر تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال، ويفوض المكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة بما تتطلبه من عمل نضالي وحدوي على أرضية وحدة مطالب نساء ورجال التعليم. يهيب بكل الأجهزة النقابية وعموم منظمة نقابتنا وكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والرفع من وتيرة التعبئة والاستعداد لخوض النضال لفرض تنفيذ الاتفاقات والالتزام بالتعهدات والدفاع عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية. إذن كان فيما سبق محاولات من النقابة الوطنية للتعليم من الكدشة، محاولات استباق، يعني إرسال رسائل استباقية من أجل أن تقوم الحكومة بما يلزمها بواجبها، أن تقوم بواجبها فقط، وهو اتفاق موجود، إذن تقوم بتطبيق واجبها. لكن الآن انطلاقا من هذا يتضح أن الأمور قد تتخذ منحى آخر، وقد نعيش هبة تعليمية كبرى أخرى، وعاشت منظمتنا صامدة مناضلة وعاشت الشغيلة التعليمية. المجلس الوطني تبقوا على خير، وإلى لقاء آخر.